ماما كانت عامله لنا عزومه عشاء عائليه، وطالما بقى فيها اكل يبقى مين اللي هيطبخ. تعالوا بينا بقى شوفوا انا عملت ايه. انا الصراحه يعني اقتطفت لكم كده مقتطفات من الحاجات اللي انا عملتها اللي قدرت اصوره. بس اهم حاجه بقى ما تنسوش تعملوا لايك والاكسبلور. ويلا بينا نبدا الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هبدا لكم بيها ودي اللي عملتها عندي في البيت، وكان كيك ابو شوكولاته. انا طبعا هنا الاول حاجه جهزت المواد اللي هي الجافه، تمام. يعني حضرت الدقيق مع البيكنج باودر مع الكاكاو ونخلتهم كويس جدا، وحطيت عليهم رشه من الملح. بعد كده حطيت البيض وضربته كده زي ما انتم شايفين بشويه فانيليا. بعد كده حطيت عليهم السكر وحطيت عليهم الزيت وحطيت عليهم اللبن. هقلب بقى كويس جدا 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 جدا، واقلب بقى براحتي دلوقتي. بعد كده اول ما ببدا ان انا انزل بالدقيق لازم اقلب في اتجاه واحد بس، ما غيرش اتجاهي علشان خاطر الهواء ما يفضاش من الكيكه وتفضى مننا كده، يعني ما تنفش مننا في الفرن، تمام. انا عاوزه القوام بتاعها يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده القوام اللي انا عايزاه بتاعها. بعد كده بدات ان انا اصبه في الصواني، تمام، وهدخله الفرن على درجه حراره هاديه خالص. واهم حاجه ما افتحش عليها الفرن اول ما ادخلها عشان خاطر تعلى كده مننا، تمام. دلوقتي هنبدا ان احنا نحضر الكريمه. طبعا انا بسقي الكيك بالخليط بتاع اللي هو قطر الكنافه، بس بضيف عليه شويه ميه وبسقي بيه الكيك. عملت الكريم شانتيه، حطيت لبن سقعان وحطيت عليهم سكر وضربتهم. بعد كده حطيت عليهم الكريم شانتيه. بعد كده هعمل صوص الشوكولاته. حطيت كوبايه من اللبن وعليهم معلقتين كبار كريم شانتيه وعليهم معلقه من الزبده. اهم حاجه سخنهم كويس جدا جدا لدرجه الغليان. وبعد كده بنزل عليهم بتلات ارباع كيلو من الشوكولاته الخام المبشوره، او متقطعه بالسكينه او متقطعه قطع صغيره يعني بمعنى اصح. بعد طبعا ما شلت اللبن وبعد ما سخن من على النار حطيت الشوكولاته وبدات ان انا اقلب كده زي ما انتم شايفين كده، ساحت وبقت يعني صوص شوكولاته خطير، وطعمه بجد بيبقى جامد جدا. اخر حاجه طبعا بسيب الكريمه تمسك نفسها شويه في التلاجة وبسيب صوص الشوكولاته يبرد. بدات هنا ان انا بزوق بقى على قدي كده، لان طبعا ما عنديش امكانيات الزواق. فبدات ان انا اعمل الكريمه، وبعد كده حطيت عليها من فوق الوش صوص الشوكولاته وبس كده، وبحطها في التلاجة وتاكلوا بقى احلى كيكه شوكولاته بالصوص، تحفه جدا جدا جدا. طبعا هنا خلاص الكيك خلص، وبدات بقى اللي انا هنا عند ماما. ما كانش معايا معدات، بقيه المعدات بتاعتي اللي انا بصور بيها، فما عرفتش ان انا اصور قوي. دي تتبيله الشاورما السوري، خلاص تبلتها وزي ما انتم شايفين كده حاططها انها تستوي. وهعمل تاني حاجه معاكم صينيه الجلاش، وعملت كمان بيتزا بس للاسف ما صورتهاش. بس هتلاقوا الطرق دي كلها كل حاجه على حده عندي على الصفحه موجوده. بس الصراحه حبيت ان انا اشارك معاكم روتين كده التحضيرات اللي انا بعملها في اي حاجه تكون عندي، اي عزومه اي حاجه. بس الصراحه المره الجايه باذن الله باذن الله باذن الله هحاول اصور لكم تفاصيل اكتر من كده. دي طبعا صينيه الجلاش، بحط رقين يعني اتنين جلاش وبدهن ما بين كل واحده والتانيه سمنه. والراق اللي هو اللي هيدهن اللي هيتحط فيه الحشوه ما بحطش فيه حاجه. وبرده فوق الوش ما بدهنش فيه سمنه ولا اي حاجه خالص، يعني فوق الوش من فوق ما بدهنش اي ماده دهنيه. هنا انا عملت صينيتين جلاش الاتنين بحشوه البسطرمه. بعد كده خلصت خلاص اهي، وهبدا ان انا اقطعها وادخلها الفرن تتشمع. يعني هتقعد بالظبط 10 دقايق في الفرن، وهطلعها اسقيها بكوبايه من اللبن وعليها بيضايه مع رشه ملح وفلفل اسود، وخلصنا اليوم. وبجد كان الاكل تحفه جدا جدا. اهم حاجه بقى ما تنسوش تشجيع الحلوه باللايك والشير والاكسبلور. ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.